اكتر الاصوات اللي هتساعدك انك تتحسن في الانجليزي على طول هو تي اتش ساوند والبي والبي والان جي ساوند والاي دي اندنج. من اكتر الاصوات اللي انت مثلا لو قعدت قدام اي اتش ار وانت بتتكلم هيقول لك على فكره انت بتعرف تتكلم انجلش كويس، بس للاسف نطقك للحروف مش كويس. انت المفروض بتنطق كلمه people اللي انت بتقولها people تقول people في هوا بيطلع من بقك. طبعا الموقف ده انا مريت بيه كتير جدا، ان بقعد اتدرب فترات طويله. حرف البي دايما حرف البي هو في البان بتحط بعديه حرف الاتش عشان تعرف تتجاوب صح. لو اتعلمت ان انت تنطق صح ممكن مستواك في الانجليش يعني يبقى في حته ثانيه خالص. حتى لما تيجي تقدم في اي شركه مالتي انترناشونال بتلاقي الليفل بتاع الانجليش بتاعك، مثلا لو الليفل بتاع الانجليش بتاعك البرونسيشن بتاعك كويس وبتعرف تتكلم بشكل كويس وبطلاقه، السلم بتاعك بيختلف. تمام؟ فحاولوا ان انتوا تنطقوا بشكل كويس جدا وتعلموا النطق الصحيح، هتلاقي مستواك في حته ثانيه خالص. وتابعني لمزيد من الفيديوهات. سلام.